علشان توصل للإنتاجية اللي انت نفسك فيها في اليوم، وعشان اليوم ميطلعش منك فاضي وما عملتش فيه اي حاجة، اول ستيب لازم تعملها هي ان انت قبل ما تنام لازم تكتب دو ليست لبكرة. واهمية دي ناس كتير قوي اتكلموا عنها، مش هتحس فعلا بالفرق غير لما تجربها انت في نفسك. انت ساعات بتقوم في نص اليوم قبل ما تبدأ بالظبط ان انت تذاكر بتكتب الدو ليست، بتكتب 1 2 3، بس صدقني ده مش هيفيدك قد ما انت هتعمل دو ليست قبل ما تنام. ده هيخلي يومك ماشي مظبوط، هتخلي ميعاد اول ما تسمع رنة تليفونك خلاص انا هقوم علشان عندي حاجات كتير عايزه اكملها وعايزه اعملها. دي حاجه بتخلي عقلك متسيستم ومش محتاج ان انت لما تقوم انت اصلا بتكون قايم في حالة من الضياع التام، انت بتكون لسه في الحلم، هتقوم لسه هتشغل نفسك ان انت هتعمل ايه النهاردة، فهتوجع دماغك جدا، هتعصر دماغك عشان تجيب اليوم من اوله لاخره. اما انت لو عاملها قبل ما تنام فهو المجهود ده اصلا هيخليك عايز تنام شوية، فده هيساعدك ان انت تنام. فصدقني مش انا بس اللي بقول ان الموضوع ده كويس جدا، عشان انا جربته، بالعكس الكلاينتس اللي عندي برضو قالوا كده. واتمنى ان انت كمان تجرب الحاجه زي كده، تكتب الدو ليست قبل ما تنام، وتراقب نفسك بالليل انت خلصتهم، ولو خلصت كل تاسك فيهم خلصت التاسك ده بتركيز، ولا خلصته كده وخلاص. وصلنا لاخر حلقتنا، ده كان اول حلقه في فقره انتاجيه اعلى. استنوا الفيديو الجاي. كانت معاكم شيماء ايمن.